ابو عامر والله طولت ما لك بالعاده. لا اله الا الله، والله عم نحكي لك اياهم شيء ظريف. شو هذا ربي بيسلك ايديك. شرف سيدي شرف. تعصيب تعصيب باذن الله. شرف سيدي. نقايين على حدي. اعطيني من الاخر قديش بدك حسابه؟ عم حساب خليون علينا. هلا لا تقعد تاخذني بالعبطه وقت القلب تاخذ هذيك الحسبه. لك يا ابن الحلال والله يرزقنا، بعدين تعال اقول لك يعني شويه مسايره ما بتضر. والله العظيم معك حق يا ابو عامر. لك بتعرف ليش انا بترك السوق كلياته وبيجي بشتري من عندك؟ كرمال هالكلمتين الحلوين. لك الله يجبر بخاطرك. قديش طلع حسابك؟ سيدي ب10 متر. والله العظيم الله يسلمك. يا الله هالشب شو يعني شو بصير اذا شب حلو مثل هذا تقدم لي؟ اي والله ما فيها شيء. الله يجبر بخاطرك. الله يرزقك والله معك. سبحان الله. يا ستي مثل ما بيقولوا الشبعان ببيت اهله بيضل شبعان لو وين ما كان، وابن العز بيبقى ابن عز لو جار عليه الزمان. أنا وين قصدك عمي؟ هذا الشاب اللي كان عندي الأكابر سبحان الذي خلقه، كل ما بيجي بياخذ أغراض من عندي بيكرمني وبيعطيني زيادة، الله يكرمه إلهي. دخلك عمي، من بيت مين هذا الشاب؟ هذا الشاب من بيت الفكهاني، أبوه الله يرحمه كان إيده اليمين للمختار، وأمه سبحان الذي خلقها قلبها لله سبحانه وتعالى، كل يوم جمعة بتعمل مولد وبتعطي للفقراء والمساكين. أيوة يوم جمعة. إيه؟ المركب اللي ما فيها شيء لله بتغرق هي وأصحابها. عمي وزن لي رطب ورا. إيه تكرم عينك على راسي. ها هنقي لك اياهم بالحبه. منيحه هي؟ ايه تمام. تكرم عينك. اخ يا رويدا، شب يطير طبنات العقل، احلى شب بالحاره اكيد. لك شبك ولا شدي حالك شوي، شكلك غرقانه لشوشتك. ايه والله حطيته براسي لهالشب. ايوه شو يعني؟ يعني انا لازم الاقي دباره حتى يكون من اسمتي ونصيبي. تتجوزي فرد مرة حبيبتي، طولي بالك، هيك شاب بتكون ألف بنت بتتمناه، أكيد ما حيتركون كلهم يتجوزك. بالله شو؟ والله زعلت منك رويدا، ليش أنا من شو بشكي؟ ما بتشكي من شيء، تشكي قاسي إن شاء الله. لا بعيد الشر. هاتي قولي لي شوفي براسك. ما دخلك، ما رح أقول لك، ليكي أنا بدي أقوم روح أتأخرت، أبي مري لعندي إيه؟ يمكن أحكي لك، يلا بخاطرك. مع السلامة. يا مو أنا خلصت الجريات، بدك ساعدك بشي، أعاونك بشي؟ لا حبيبتي ارتاحي، اليوم اشتغلتي كتير. يا مو بدي أسألك، قال في ست مقدرة عنا بالحارة بتعمل مولد كل يوم جمعة. قصدك ست ام حسام؟ أيوة هي. اي والله مقدرة ومرتبة كتير، وهي بتساعد الناس والمحتاجين، كتر خيرها. يعني بتعرفيها؟ ما بعرفها يعني شخصي، بس بسمع عنها كتير. ايوه. ليش؟ ما في شي والله، يعني عم فكر روح ساعدها. تساعديها؟ ساعديني إلي بالأول وكتر خير الله. يا مو شو فيها، بعمل خير يعني، بركي الله مساعدني وبيوفقني بحياتي وبيسر لي اموري، الله يوفقني. لا حبيبتي انت ارتاحي. بعدين ليش مصرة كل هالشي؟ أنا لا والله ولا شي، يعني عمل خير. يسلم لي الخير. ايه روحي اطلعي جيبي الغسيلات من الصبح. أوام. حاضر يا عم حاضر. وأنا ورفيقتي يا خالتي حابين نجي ونشاركك بفعل الخير بإذن الله. أنا كتير مبسوطة وفرحانة إنه صبايا مثل حكايتكم جايين لحتى يعملوا خير. بتعرفي يا خام، أنا سمعت عنك حكي كتير وقليل، بس بصراحة ما شاء الله عليكي قمر مصور. بدك تسلمي لي على هالحكيات الحلوة. ما قلتوا لي شو بتعرفوا تساووا؟ خالتي أنا بعرف أطبخ وبعرف عزل وأجلي وكنس وأكوي ساوي اللي بدك إياه، كل شيء بعرف. يخزل عينه ما شاء الله، مثل الزبدية الصيني، نيال أمك فيكي. الله يخليكي يا خالتي، أنا من إيدك هي لإيدك هي. هلأ في كم حرمة عم يعملوا حرة بإصبعه بالمطبخ، يعني وهي الأكلة بدها شغل كتير. إذا بتحبوا قوموا نروح لعنده.
ايه لك انا امي اصلا ما بتاكل حراق باصبعها الا من تحت ايدي، بتقول لي ان شاء الله ما تبلي، انت هيك مجلله هالزبديه بالكزبره والثوم والرمان، لك خالتي. عن جد؟ إيه لك؟ ايه يلا قومي. يلا يلا حبيبتي يلا. الله يتقبل يا خانم. منا ومنك. خانم انا شطفت لك ارض المطبخ وجليت لك الجليات ورجعت لك كل غرض لمحله، بتوصيني بشي ثاني؟ الله يعطيك العافيه، شو رايك نقعد نشرب فنجان قهوه مع بعض؟ والله بدك ما تواخذيني يا خانم، يعني بتاخر على الوالده. يخزي عينه ما شاء الله حولك، بعملت هيك خلص البيت، ذكرتيني بشبابي. ما شاء الله عليكي ولساتك شباب. لك تسلمي لي ان شاء الله تسلمي لي. ما قلتي لي انت بنت من؟ انا من بيت الطرابيشي، ابي اعطاكي عمره، وامي الله يخلي لي اياها لساتها عايشه، وانا وحيدتها وعايشه انا وياها بالبيت سوا. الله يخلي لك امك ويرحم ابوك. تعيشي وتترحمي. الله يسلمك. قولي لي لشوف، انت مخطوبه؟ انا لا ابدا. طب وحده مثل حكايتك لازم تكون متجوزه وعندها اولاد؟ اسمه ونصيب خالتي، اسمه ونصيب. طيب حبيبتي. خدي هدول. لا والله ابدا. ليش حبيبتي انت اشتغلتي طول النهار؟ خالتي انا بنت عز وشبعانه، يعني بعجبك انا مالي جاي اشتغل عندك لاخذ قرشين، يعني انا جاي كرمال الاجر والثواب. يعني حسبيهم مني اكراميه. خالتي بدك يعني ازعل منك وتحرميني الاجر والثواب؟ الله يوفقك. اكيد لا. معناتها ضبي من نسرياتك، الله يخليكي، وما بدي غير تدعي لي. بدك الله يخلي لي اياكي يا رب، تسلمي لي شو مزوقه. الله يخليكي يلا خاطري. الله يرضى عليكي. مع السلامه. الله يجيرك. بسم الله عليك. صار لك شيء؟ قلبي لا شو بقى؟ وجعني، يمكن تعب، يمكن ارهاق. ان شاء الله الف سلامة عليكي، ما على قلبك شر. انا حسام الفاكهاني. عرفتك، انت ابن خالي ام حسام. الله يخلي لك اياها لهالوالده، سكرها ما شاء الله. لك الله يخلي لي اياك يا رب، قسما بالله العظيم انه انت كلك ذوق. تسلم تسلم، الله يخليك. لا تواخذني، انا صار لازم لا هذه يلا تفضلي تفضلي. هلا كنت عندكم، يلا الجايات كتار ان شاء الله. خاطرك. الله معك. كملي لي شو صار؟ قال لي تفضلي تفضلي فوتي، قلت له هلا كنت عندكم. قولي والله. والله العظيم. قولي عليكي ما قواكي عن جد انك نسناسي وما بتعملي غير اللي براسك. اخ يا رويدا، طاير عقلي. ايه طولي بالك، لا كثير تنبسطي، لسه ما صار شيء. يخرب بيتك مثل البومه، وحياة عينك كل شيء مخطط له بده يصير، بكره بتشوفي. ايه كل شيء صار بيناتكم هالكلمتين دغري لحقتي تحلمي وتطيري. هدي شوي هدي. ما بدي هدي والله، نط لنا يوم الجمعه من الصبح. ناوية تروحي لعندهم؟ حبيبي عن جد انك وحده قويه. اهلين يا امو. اهلين، هاتوا لشوف ضحكونا معكم. ما في شيء يا امو، تفضلي تفضلي رويدا. سلم هالايدين خالتي. شو ما في شيء، من وقت ما قعدتوا عم توتوتوا، لا تخبوا عني، يلا احكوا لي. حكي بنات خالتي ما في شيء، سلم هالايدين. الله يسلمك، صحتين. ما في اطيب من قهوتك. ايه والله. لا متساوي. صحة وهنا. صحيت تذكرت بدي اقول لك انه انا يوم الجمعة بدي اعزل المطبخ، احسبي حسابك يعني. ايه يا امو، يا امو ليش يوم الجمعه؟ بتعزل الخميس، تعزل الاربعاء. لا الأربعة جايين بيت خالتك مع ابن حسين. يا مو بصراحة يوم الجمعة أنا بدي أروح ساعد خالتي أم حسام. هي علينا تبقتي لنا اياها لهي خالتك ام حسام. يا مو ما قلت لك عمل خير. هي عمل خير خالتي، عمل خير يعني. لا ما عجبتني هالقصة بنوب، هذيك المرة كمان كثير تأخرتي. يا
ماما بوعدك قبل ما تغيب الشمس بكون هندق باب صقاقة. يعني هلا بدك تروحي تساعدي العالم الغرب وتتركي امك هيك لحالها تشتغل؟ ان شاء الله بتقولي يعني انا بيجي من قلبي بساوي لك المطبخ غير يوم. شو رايك؟ خلص امري لله، اشربي قهوه خلصيني. كيد الشر. لك يا مو انا مو بس بحب طبخاتك، انا ما بدوق اطيب من قهواتك بكل العالم. ان شاء الله ريته صحه وهنا. على قلبك يا مو. يا مو عم فكر انه يوم الجمعه ما رح نطبخ للمحتاجين عنا بالبيت. لا يا مو، ليش؟ لانه حاسه حالي تعبانه وصحتي ما عاد تسمح لي. والله العظيم حاسس فيك يا مو، بس يعني انه اللي بدي اقول لك اياه انه اهل الحاره والله عم يدعوا لك. وانا ما رح انساه. يعني انا رح اتفق مع اللحام والفران انه يبعث لهم اكل جاهز. اذا هيك على عيني وعلى راسي من فوق يا مو، الله يرضى عليكي. اذا حاسه حالك تعبانه خليني اخذك على الحكي. قصتي ما بدها حكي. انت يا مو عم تروح على شغلك بكير وعم ببقى لحالي بالبيت، والله عم يضيق خلقي، يعني بدي ونس. يا مو كأنك رجعتي تسمعيني بموضوع الجوازة. ايه بدي سمعك، بدي اخطبك وجوزك وافرح فيك كمان. اي والله ما اختلفنا، وانا صرت 200 مرة قايل لك اني موافق، انت ما عم يعجبك حدا، انا شو دخلني؟ وهلا عاجبني بنت بتطير العقل. إيه بدك تسمحي لي يا مو انه هالمرة انا ماني موافق. يو وليش؟ هون حطنا الجمال. يعني كيف بدي اقول لك اياها يا مو؟ بصراحة انا كنت بدي احكي معك بهذا الموضوع، إيه بس قسما عظما مستحي. لك حدا بيستحي من امه؟ لك ايه يا مو، يعني طبعا بستحي، لانه يعني بصراحة في وحدة عجبتني وحاطة براسي. ومنين بتعرفها؟ ما بعرفها ولا بتعرفني يا مو. شفتها بالصدفة عندك، مو هون مو عندك هون، يعني هي كانت طالعة من باب البيت وأنا فايت بالصدفة شفتها. قصدك نهلة؟ والله خوفتني. لك شوفي يا مو، ليش حتى تخافي؟ شوفي لأنه هي البنت اللي عجبتني وبدي أخطب لك إياها، ولك بنت بتطير العقل. من يومي بعرف نقي. لك لأنك بنتك جوهرة وأنا جاي أسرقها منك. جاي أطلب إيد نهلة لابني حسام على سنة الله ورسوله. يخزي عينه ما شاء الله حولها، حلوة ونغشة وحركة، بتطبخ وبتنظف وصاحب الدين كمان. بنتي انا؟ قلت لك رح اوصل له، يعني رح اوصل له. ويلي عليكي ما قواكي.